قبل ما ابدا الفيديو انا عاوزك تعرف اني جايب لك خبرين حلوين يا صديقي. الاول ان ده مش اخر جزء في حكايه مليودس، لا، اكتشفت مؤخرا ان في فيلمين لسه وهلخصهم برضه باذن الله. الخبر التاني بقى اني خلاص خلصت امتحانات اخيرا وهنزل لكم باستمرار. عارف انك عاوز تقول لي هو ايه الامتحانات اللي ما بتخلصش دي يا بيستا؟ انت كل شويه بتمتحن. معلش يا صديقي، بس لازم نتعب بقى علشان الكليه صعبه. المهم بقى زي ما احنا عاملين قلق هنا على اليوتيوب والحمد لله عندنا فيديوهات عدت ال 11 مليون مشاهده، عاوز نعمل قلق على الفيسبوك برضه. هو مش قلق قوي يعني، بس هو طلب صغير مني كده. امبارح او من يومين بالظبط انا نزلت بوست على الفيس على صفحتي الشخصيه وكتبت عليه ان الحمد لله بعد سنتين وصلت للمليون، وحطيت صورتي مع درع اليوتيوب هناك، بس انا ما كنتش معرف حد ان عندي قناه اصلا. فعاوزكم تدخلوا على البوست ده وتغرقوا قلوب. ايوه يا صديقي قلبي، بس ما تعمليش لايك ومحدش يكتب لي عاوزين الجزء ال 22 هناك، انا خلاص ناوي اظبطكم يعني ان شاء الله. فوقف الفيديو في ثانيه كده وادخل على البوست من الرابط في التعليقات، اعمل قلب وتعالى كمل الفيديو. انا عارف ان كده برخم عليك يا صديقي، بس انا عندي حد تاني ارخم عليه يعني؟ اكيد لا. يلا بينا بقى نكمل الحكايه. بعد انتهاء الحرب وموت اسكانور فيها عم السلام في جميع البلاد، واصبحت بريطانيا دوله امنه بيعيش شعبها فيها في هدوء تام. ولكن في وسط الهدوء ده كان الخطايا السبعه بتحتفل بالنصر في الحرب ديت، بيحتفلوا مع بعض والدنيا تمام، او هم بيحاولوا يخلوها تمام يا صديقي. مليودس استغنى عن طاقه ملك الشياطين بتاعته وبقى يقدر يعيش في العالم ده، واليزابيث لعنتها اتفكت وخلاص نهايتهم سعيده. بانوا كمان كان صحى حبيبته وبرضه نهايتهم سعيده. ديانا وكينج بقى حددوا الفرح بتاعهم وخلاص شويه وهيتجوزوا. بس هو ايه هدف مارين؟ هي دايما كانت معاهم وبتساعدهم وما عرفتش اي حد هي عاوزه ايه. ديانا بتسالها بتقول لها انت ساعدتينا كلنا وقفت جنبنا، بس احنا ما عرفناش ولا مره انت عاوزه ايه. مارين قالت لهم طب تعالوا معايا كده علشان تعرفوا. بتاخدهم كلهم على مكان القتال اللي فات، بيلاقوا الحانه واقفه هناك ما بتتحركش، محدش فاهم لها حاجه. بيشوفوا كمان هناك البحيره اللي كانوا واقفين عليها وبيتقاتلوا، هي شكلها اتغير كده ليه؟ بينبعث منها طاقه سحريه غريبه وشكل الموضوع ما يطمنش. مارين هي كمان بتطير فوق البحيره كده وبتقول لهم اتفرجوا كده. بتستخدم قوتها السحريه وبتخرج ارثر من الحانه، بتبدا تعمل تعويذه عليه. مليودس والكل مش فاهمين حاجه، بيقولوا لها انت بتعملي ايه؟ مارين قالت لهم انا هصحي ارثر دلوقتي. وبالفعل البحيره بعدها بدات تلمع جامد، طلع منها طاقه عاليه جدا دخلت في جسم ارثر وحررت طاقته المختومه. الكل اتصدم من حجم القوه ديت، محدش كان فاهم حاجه. بعدها ارثر بيصحى تاني وبيحس بحاجه غريبه في جسمه. الواد قلبه بيوجعه وعينه بتتلون بالاسود وشكله مش طبيعي. مليودس مش فاهم ايه اللي بيحصل، بيسال مارين انت بتعملي ايه؟ مارين قالت لهم انا هصحي ملك الفوضى. وارثر في الوقت ده كان عمال يصرخ باعلى صوته، مش قادر يتحمل الوجع ده. الحانه الام بتصرخ هي كمان ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل. مليودس بيطير بسرعه عليه علشان يلحقه. ارثر شافه قال له انت خاين. اتفعلت طاقه ارثر، المكان اتشقلب والكل استغرب هو ايه الوهم المتقن ده؟ ولكن للاسف ده مش وهم يا صديقي، دي الحقيقه. مخلوقات غريبه بتظهر وبتهجم على مليودس وبتحاول تقتله. بان بيلحقوا منها بالعافيه، بيتعاونوا مع بعض وبيخلصوا على جزء منهم. ارثر لسه متعصب جامد، لسه هيهجم بقوه اكبر عليهم. وفجاه مارين بتهديه بتقول له ما تعملش في نفسك كده، مليودس ما خناش زي ما انت فاكر، هو كان بيساعدنا مش اكتر. بعدها طاقه ارثر هدت فجاه والكل رجع لمكانه تاني. هو ايه اللي حصل ده؟ ده شكل الموضوع خطير فعلا. ارثر بعدها بينزل على مكانهم كده وبيعتذر من مليودس على اللي عمله، بيقول له انا اسف ما اخدتش بالي انك رجعت لطبيعتك، وكان فرحان جدا. مليودس بيقول له لا ولا يهمك يا عم، اهم حاجه انك بقيت بخير دلوقتي. بس هو ايه اللي بيحصل ده مارين؟ انت لازم تفسري كل حاجه. بالفعل مارين بدات تحكي لهم، قالت لهم ارثر دلوقتي ما عادش شخص عادي، لا ده هو دلوقتي ملك الفوضى. فوضى يا ستي وهباب ايه؟ وضحي اكتر. مارين قالت لهم منذ قديم الزمان كان العالم كله بيحكمه شخص واحد بس وهو ملك الفوضى، هو اللي صنع العالم ده بكل حاجه فيه. عمل الاجناس الاربعه ومن ضمنهم الشياطين وعشيره السماء، وكان اقوى واحد. وبغض النظر عن الانمي وكده انا عاوزك تعرف ان الكلام ده مجرد هبدا يا صديقي وملوش اي دعوه بالصحه اصلا، فركز معايا كده وما تدقش في شويه الكلام دول يا صديقي. المهم يعني مارين بتكمل كلامها وبتقول الشخص بقى اللي كان بيعمل كل ده هو ملك الفوضى، ولكن بعد فتره من حكمه اتحد كل من ملك الشياطين وملكه عشيره السماء وختموه في البحيره ديت، وانا دلوقتي حررته. مليودس مصدوم، الكل كمان مش مصدق. طب وليه اللخبطه ديت؟ انت بتعملي كل ده ليه اصلا؟ فهنا الكل بيسمع صوت واحده تانية بتتكلم من البحيره اللي وراهم واسمها سيده البحيره. مليودس بيقول لها انت مين؟ انطقي بسرعه. سيده البحيره عرفتهم بنفسها، قالت لهم انها اتولدت في عصر
قصر الفوضى هي كمان، وكانت بتحمي المكان ده علشان الملك الجديد. طب ده كله ايه علاقته بمارين؟ احنا مش فاهمين حاجة، وضح لنا يلا. فسيدة البحيرة قالت لهم تمام. بدأت تحكي لهم قصة مارين. قالت لهم في احدى البلاد زمان، وتحديدا في بلد تدعى باليالين او المدينة اللي مارين اتولدت فيها، كان هناك اطفال بيتولدوا بطاقة سحرية جبارة. الاطفال ديت كانوا موجودين لمحاربة كل من عشيرة السماء والشياطين، ولكن وسط كل الاطفال ديت كان في واحدة بس اتولدت بسحر لا نهائي وعقلية بارزة جدا. ايوه دي هي مارين. كانت من امهر السحرة في الوقت ده واذكاهم يعتبر، وكطفلة وكده كان كل مرادها او هدفها هي انها ترضي ابوها مش اكتر، ولكن الاب ما عطلهاش اي اهمية، سابها لمصيرها. مارين زهقت من الجري ورا رضاه، طلعت تدور على الحنان بره ولقته في الشخص ده. ايوه هو ده مليودس يا صديقي، الشخص الوحيد اللي عاملها كويس وكان على طول بيساعدها، بس للاسف هو كان شايفها مجرد طفلة مش اكتر، وعلشان كده مارين عملت تعويذ على نفسها بتثبت الوقت بتاعها وبتخليها في الشكل ده. كانت مفكرة ان كده مليودس هيحبها، بس للاسف لقته بيحب اليزابيث اصلا. البنت اتصدمت، مشاعرها اتدمرت، كانت عاوزة تكرههم او تعمل لهم اي حاجة، ولكن هم كانوا طيبين جدا معاها، ما سابوهاش حتى تزعل منهم. ونتيجة لكده بقى في فراغ في قلب مارين دايما ناحية كل حاجة. حاولت تسد الفراغ ده بانها تقرأ تجارب اكتر، تتعلم حاجات اكتر، ولكن كله من غير فايدة، لحد لما في يوم بتسمع عن ملك الفوضى بيعجبها جدا. بتقرر بعدها انها ترجعه للعالم تاني. بتكتشف مكان سيدة البحيرة ديت، وبتفضل تعمل كل ده علشان ترجعه على امل الفراغ اللي عندها ده يختفي. الكل بعد ما بيسمع الكلام ده بيتصدم جدا. ديانا مش مصدقاه وبتقول لها لا مستحيل، مارين كانت بتساعدنا علشان هي صاحبتنا مش اكتر، مارين عمرها ما هتحاول تعمل كده. بس للاسف يا ديانا دي الحقيقة، مارين كانت بتستغل الكل لمصلحتها علشان تصحي ملك الفوضى مش اكتر، وعلشان تصحيه كان لازم ملك الشياطين يموت ويختل توازن العالم ده، وبالتالي الختم عليها يتأثر. مارين هتعيد احيائه. ده ايه الكلام ده؟ يعني مارين هي اللي ساعدت في احياء ملك الشياطين؟ ايوه هي كمان اللي فعلت لعنة اليزابيث بعد ما مليودس كسرها؟ ايوه. الكل مش مصدق. مليودس بيقول لها يعني انت كنت عاوزة تقتلي اليزابيث؟ انت اللي فعلت اللعنة تاني؟ مارين قالت له ما انا انقذتها، انا بس كنت عاوزاك تحارب معايا ملك الشياطين تاني علشان نهزمه. الواد بيتعصب جامد من كلامها، بيقول لها يعني انت انضميتي للخطايا السبعة علشان كده فعلت اللعنة وعرضت حياة اليزابيث للخطر علشان ملك مش متأكدة اذا كان موجود ولا لا؟ انت اكيد مش طبيعية. سيدة البحيرة قالت لهم لا، ملك الفوضى موجود، انتم كنتوا بتسافروا على ظهره اصلا طول المدة ديت. بتسافروا على ظهره؟ هي تقصد ايه؟ هوك بيجري بسرعة على الحانة علشان يكلمها، ولكنها ما بتكونش هناك. ايوه الحانة ديت كانت عبارة عن طاقة متجسدة ومستنية اليوم اللي هترجع لصاحبها، وهي دلوقتي جوه ارثر اصلا. مليودس ومارين عمالين يتعاتبوا، بس فجأة ارثر بيمنعهم، بيغمض عينه كده وبيتكلم عن حبه للخطايا السبعة وحلمه في مساعدة الناس كلها. المكان وهو بيتكلم كان بدأ يتغير شكله. الواد مش واخد باله، مكمل في كلامه عادي، بيفتح عينه من هنا وهوبا بيتصدم. هو ايه اللي حصل؟ ده شكله مش عارف انه بيستخدم القوة ديت ولا ايه؟ القط بتاع ارثر هو كمان بيفرح جدا علشان طاقته رجعت له، بينزل من الحانة جري علشان يسلم عليه. ارثر بيجري عليه هو كمان، وهوبا القط بيفتح بقه وكان هياكل ارثر، بس مليودس لحقه في اخر لحظة. هو ايه القط ده؟ اخد دراع ارثر وعمال بياكلها، شكله بيتغير. سيدة البحيرة بتتعرف عليه وبتقول لهم ده مش قط عادي، لا ده عبارة عن تجسيد للخراب وبيسعى لاخذ قوة ارثر وتدمير العالم. هو احنا مش هنخلص بقى ولا ايه؟ اليزابيث بتعالج في ارثر من هنا، والكل بيحارب الوحش ده ولكن ما حدش قادر له. ارثر وقتها بيفوق ومش مصدق ان صاحبه خانه، بيقول له يا كاس انت بتهزر صح؟ انت اكيد متضايق علشان سبتك قبل كده. القط ما بيديش لكلامه اهمية، بيدخلهم جوه مكان غريب كده هيبلعهم كلهم. ارثر لسه مش مصدق انه طلع خاين، بيقول له هسألك مرة واحدة اخيرة، انا كنت ايه بالنسبة لك؟ القط قال له كنت وجبة مستنيها تجهز علشان اكلها، سيب ناكلك بقى يلا. تخيل ان ارثر هيسيبه يعمل حاجة يا صديقي؟ لا والله، الواد بيستخدم سيفه الاسطوري وبيخلص عليه. بيرجعوا للمكان ده تاني والواد بيغمى عليه من التعب. مارين بتلحقه من هنا وبتقول له بعدها انا اسفة علشان معرفتش احميك. بتستخدم قوتها على باقي الخطايا، بترجعهم على المملكة، بتفضل مع ارثر لوحدها وبتوعده انها تكون جنبه دايما تساعده طول حياتها. في الوقت ده بقى الخطايا السبعة كانوا وصلوا على المملكة، مش عارفين ايه اللي حصل، بيستنتجوا ان مارين هي اللي رجعتهم وما بيكونوش عارفين يعملوا ايه. بيفكر الكل في سبب للي عملته ولكن كلهم زعلانين منها. في نفس الوقت ده مارين كانت اخدت ارثر على مكان كده وبدأت تفكر في اللي هتعمله. ارثر بيصحى على كلامها، بيشكرها على انقاذه، بيقول لها وعدك ان هكون ملك عادل وهخلي الكل في امان دايما. مارين بتفرح من كلامه جدا وبتلاحظ ان
العلامات السوداء على سيفه بدأت تختفي، وده معناه انه ملك طيب. بيكونوا بقى لسه هيرجعوا على كاميلوت، ولكن فجأة القط بيطلع لسه عايش، بيحاصر المكان بتاعه، بيقول له انت مفكر انك قتلتني؟ ده انت غلبان قوي، اطلع بقى يلا علشان انا جعان. في نفس الوقت ده كان الخطايا لسه واقفين بيتناقشوا هيعملوا ايه مع مارين او هيتصرفوا ازاي. جزء منهم مش مسامحها على عملتها، والجزء التاني زعلان علشان صاحبتهم خانتهم. وفي الوقت ده كانت مارين طلعت علشان تقاتل كاس وتبعده عن ارثر باي طريقه، بيحتدم القتال ما بينهم. الوحش ده ما بيموتش وكل شويه عمال بيتجدد، محدش قادر عليه، وده طبعا بعد ما اخد جزء من طاقه ارثر بسبب اكله لدراعه. ارثر هو كمان بيفوق وبينزل ضرب فيه مع مارين علشان يخلصوا عليه. في الاثناء ديت كان مليوداس بيحكي للكل عن مارين زمان، بيقول لهم كل واحد فينا كان عنده حلم بيسعى علشان يحققه وقابل عقبات كتيره. مارين ساعدتنا كلنا في تحقيق احلامنا ومرضتش تقول لنا على حلمها علشان عارفه اننا هنقف ضدها. انا اصلا في الاساس السبب اللي خلاها توصل لكده، انا مش هسيبها تعاني لوحدها. الكل هما كمان بيوافقوا على قراره، بيقرروا يدعموه. في الوقت ده بقى كان ارثر عمال بيقتل في كاس، ولكن بيرجع تاني. كل لما بيقتله بيتجدد ويرجع زي الاول. ارثر بيفعل قوه سيفه الاسطوريه وبيقول لكاس مش هرحمك، انا لازم اقتلك علشان اروح على مدينتي بسرعه واحمي الناس هناك. القط بيضحك على كلامه وبيقول له تحمي مين؟ المدينه اصلا اتدمرت، ولا لسه هما معرفوكاش ولا ايه؟ ارثر بيتصدم، بيستخدم قوته، بيحاول يبص على مدينه كاميلوت، بيلاقيها فعلا اتدمرت. الواد رجله ما عادتش شايلاه، بيفتكر شعبه، الناس اللي كانوا تحت الارض واللي المفروض يحميهم. زعلان جدا. مارين بتحاول تفوقه، ولكن صدمته باختفاء شعبه صعبه جدا، طاقته بتتاثر. القط بيستغل الفرصه ديت وبيهجم عليه وبيضربه. مارين بتحاول تدافع عنه، ولكن بيديلها واحده بتجيبها الارض هي كمان، بيحدفها بعدها بهجوم كاسح هيحميها من على الارض. ولكن انت متخيل ان الهجوم هيوصل لها اصلا يا صديقي؟ لا والله، مليوداس كان اصلا وصل على المكان ده، بيلحقها من الهجوم بالعافيه، واليزابيث هي كمان بتعالجها. كل الخطايا اصلا هنا، ومارين مش مصدقه، بتجري بسرعه بعدها على ارثر علشان تشوف ماله. مليوداس بيروح وراها، بيقول لها انت غلطتي ولازم تتحملي نتيجه غلطك وتفضلي مع ارثر طول حياته وتحميه وتوجهيه للطريق الصح. البنت قالت له تمام. مليوداس بيكمل كلامه، قال لها واحنا الخطايا السبعه سامحناكي على غلطك ولازم نشيل معاك المسؤوليه، فما تقلقيش احنا في ظهرك وهنحميكي دايما. الله على الجمال. الله. مارين بتتاثر من الكلام، بتشكرهم عليه، ولكن مره واحده الوحش بيرجع تاني، طاقته بتتجدد وبيقول لهم هقتلكم كلكم. الخطايا السبعه بعدها بيتجمعوا عليه وبيهجموا، ولكن الوحش ده ما بيموتش نهائي. كل لما بيقطعوا منه جزء او بيعملوا حاجه بيتجدد تاني. ارثر هو كمان بيهجم معاهم، ولكن من غير اي فايده. هم مش هيقدروا عليه ولا ايه؟ الوحش هو كمان بيدخلهم في وهم كده، بيخليهم كلهم مش قادرين يتحركوا ولا يعملوا حاجه. ارثر في الوقت ده بيجي في باله فكره، بيقول طالما هو اكل جزء من دراعي وجات له القوه ديت، فانا عارف انا هتصرف معاه ازاي. بيستخدم هو كمان طاقه الفوضى، بيعمل بق كبير جدا، بيحاصر القط ده جواه، الالسنه والاربطه بتاعته بتسحبه جوه. القط بيحاول يقاوم ويهرب، بس على فين يا حبيبي؟ هوب بلعه، الوهم اختفى، الكل رجع لطبيعته ولا كأن في حاجه. مليوداس بعدها بيسأل ارثر على مكان الوحش او هو راح فين. ارثر قال له اكلته. ده ايه الحلاوه ديت؟ طاقته الكامله هي كمان بترجع له والكل فرحان. مليوداس بيتقدم على ارثر بعدها وبيشكره على شجاعته، بيقول له انا عارف انك عاوز تكون ملك عظيم تخدم الناس وتعيشهم في امان، فلو احتجت مساعده في اي وقت تعال لينا، احنا كده كده هنساعدك. ارثر بيفرح جدا من كلامهم، بيشكرهم عليه، وجمال جماله والله. بعد انتهاء المعارك اخيرا بيتجمع الخطايا علشان يشوفوا دنيتهم ايه. كينج وديانا بيقرروا يتجوزوا ويعيشوا في غابه الجنيات. بان وايلاين بقى هم كمان قرروا يلفوا في العالم شويه ويتجوزوا برضه. جوسر قرر يروح في رحله حوالين المملكه هو كمان. واخيرا مليوداس واليزابيث بيقرروا يعيشوا الباقي من حياتهم سوا ويتجوزوا ويكونوا مع بعض دايما كملوك للدوله ديت. ده ايه الحلاوه ديت يا جدعان؟ بيسالوا هوك هو ناوي يعمل ايه، فهوك بيقول لهم انا ناوي ارجع لعالم الشياطين، عاوز اشوف المكان اللي اتولدت فيه واعمل قبر لاخويا هناك. الكل قال له تمام. مارين بتنقله لعالم الشياطين فعلا. هوك بيفضل يدور على اخوه في كل حته، عمال بينادي عليه، بيقول له يا عم لو انت ميت رد عليا هسمعك ما تقلقش، بس ما فيش حد سامعه. ولكن فجاه هوك بيخبط في واحد كده وبيبص له، بيتصدم من الواد الوسيم اللي هنا ده، هو في حد حلو كده في عالم الشياطين؟ ايوه، ووايلدو هو كمان بيتعرف عليه. مش معقوله، انت اخويا الصغير مايلدو. الاتنين عينيهم بتدمع من الفرحه، بيتاثروا جدا وبيفضلوا بعدها مع بعض للابد. وبعد مرور سنه ونص بقى من الكلام ده، الملك كان عمال بينقي في هديه كده لحفيده الجديد. ايوه يا صديقي، هو ابن مليوداس واليزابيث كانوا قاعدين في الوقت ده في اوضتهم وبيدوروا على اسم
ليه بيختاروه وبيقرروا انهم هيسموه تريستان. إيلاين هي كمان كانت حامل وبتدور هي وبان على اسم لابنها وبيختاروا لانسلوت. ده ايه الحلاوه ديت يا جدعان. المهم بعد مرور 10 سنين بقى الاولاد بتكبر. تريستان بقى شبه ابوه بالظبط. بيتجمع بعدها كل الخطايا مع بعض في القلعه يوم عيد ميلاده وبيحتفلوا بعيد ميلاده العاشر. جوسر بيستخدم قوته كده عليه وبيخليه يعرف قصه ابوه واصحابه الاسطوريه. الواد بيفرح جدا، بيشوف كل لحظات القصه الجميله ديت، اللحظات الحلوه والحزينه وكل حاجه بيشوفها عينه بتدمع من الفرحه. بيخلص اخيرا الاحتفالات ديت. وتاني يوم بقى كان تريستان هو ومليودس بيتدربوا كده. الواد بيقول لابوه انا قررت هبقى ايه لما اكبر. فمليودس بيساله هتبقى ايه. تريستان قال له انا هنضم للخطايا السبعه وهكون واحد منكم. الله ده انت جامد بقى. المهم بقى لحد هنا بيخلص الانمي بتاعنا وكده المفروض انا خلصت تلخيص الاربع مواسم. هعمل لكم الافلام الجايه ان شاء الله برضه، فما تنساش اللايك والاشتراك يا عم وتشجعني في التعليقات علشان محتاج تشجيعك جدا يا صديقي. ويلا سلام سلام سلام.